الملثمه اللي في فلسطين، حاب اقول لك حسبي الله عليك لا اكثر. صراحه انت انسان ما لك اي صاحب، وانا من اليوم رايح ضدك. طالع في خطاب وقاعد تشكر لي اهل اليمن ولبنان ومدري مين، وتترك السعوديه والامارات والاردن ومصر ليه؟ يعني على الاقل بس احترم السيسي اللي جنبك اللي حاصركم وقفل عليكم المعبر، وفي نفس الوقت هو فاتح معبر في قناه السويس حتى يدعم الكيان المحتل ويدخل لهم السفن. طيب يا اخوي وين راح الجسر البري اللي سووه السعوديه والامارات والاردن لدعم الكيان المحتل؟ ليش ما تشكرهم؟ معلومه على السريع، ترى اليمن يوم قفلت البحر الاحمر ومنعت الكيان المحتل من انه يعدي السفن، السعوديه والامارات والاردن سووا جسر بري لدعم الكيان. طيب يا اخوي على الاقل اشكرنا على الحفلات والرقص اللي كنا نسويها في السعوديه وانتم محاصرين، علشان كنا نبغى نرفه عليكم لا اكثر. ولا ليه ما تمدح حتى المشايخ اللي قالوا لك جاهد بالسنن، او ائمه الحرم الفضلاء اللي وانتم تبادون كانوا يتكلموا عن فضل السواك وبر الوالدين جزاهم الله كل خير، او المشايخ الكرام اللي كانوا يقول انك تتعلم الطهاره من البول افضل من انك تدافع عن اهل غزه وتنصرهم. كل هذه الانجازات ليش ولا واحده ذكرتها يا اخوي؟ انا الان عرفت انكم انتم ناس فعلا ما يثمر فيكم المعروف. السلام عليكم.